السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هلا فيكم في قناتنا، معكم حمزة. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد ورياكشن جديد، وإن شاء الله حنكون مع بعض برياكشن على فيديو رجل جاء من الصومال للحرم لمكة عشان يدعي على واحد ظلمه. شوفوا شو صار للظالم. حنشوف مع بعض هذا الفيديو. وطبعا ليس للمظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، فاتقي دعوة المظلوم. يعني الواحد فينا لازم يخاف ربنا وما يعني يظلم، لأنه المظلوم إذا دعا على الظالم وربنا إذا أمسك بالظالم لم يفلته. فكل يعني طبعا شوف قديش في عندك ناس أصحاب مكانة وأصحاب مسؤولية قديش بيظلموا، سواء في عمل، سواء في رئيس بيظلم شعبه. يعني هذه الشغلات يعني احنا كثير بنشوفها في واقعنا وفي الحياة. فالواحد فينا لازم دائما يتقي الله في العباد. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه ليوصلكم كل إشعار فيديو جديد احنا بننزله. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام والتيك توك. وإن شاء الله رابط الفيديو الأصلي حتلاقوه تحت في الأسفل في صندوق الوصف. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ورمضان كريم. ويلا نبلش بالفيديو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ ابراهيم. الله يسعدك شيخ محمد ويسعد المتابعين. ابى اختصر وما بطول. طبعا محمد قال لي قصه قبل فتره عن واحد ظلمه، وش صار في هذا الظالم. فقلت بدل ما انا انقلها ابغاه هو ينقلها شخصيا لكم. قول القصه يا شيخ محمد باختصار. الله يحفظكم. القصه هذه اول شيء نستفيد منه معناه عندك ارض تقول فرصه الحرم ايوه والكعبه حق مكه. اسمعوا واللي في المملكه يجون عمره فرصه. اسمعوا عندكم والله فرصه كبيره مره. انا كنت في البلد، يعني في الصومال. ايوه. فكنت ابغى ان اجي الى الجامعه، فبعنا الاهل باع ارض يعني. اللي جنبنا قال كيف بعتم؟ هذا حقي. وهي ارضكم انتم؟ هي ارضنا حقكم مالكم حلالكم. فكان شيخ محمد فالله يحفظك اخي، كان عنده الرجال ده كان عنده مال، وكان ضابط كبير يعني. ضابط كبير في دولة الصومال. ف معنا نحن تحيرنا يعني، لأن ما كنا نعرف سيستم المحكمة كذا. هو يعرف كل مكان. يعرف المداخل والمخارج. معارفه كثيرة، إيده بايلة، وله معارف وله ناس وله. أي والله. وانتم خايفين ان ما لكم احد، انتم ممكن تنظلمون وياخذ ارضكم. اي والله. ايوه كنتوا شايلين الهم هذا. ايوه. ففجأة جئت الى الحرم، سويت الطواف، دعوت الله هذه الايام. حجزت مباشرة؟ اخذت اقامة؟ ايوه. وحجزت؟ اخذت الاقامة، فجئت فدعوت الله. جيت على مكة على طول؟ بعد القصة هذه بكم؟ بشهر كذا او بشهر ونص كذا على طول. وجيت على الحرم. اي والله. جيت للعمرة. ايوه جيت تفضل. واثناء الطواف؟ واثناء الطواف دعوت الله ان يعين على هذا الظالم يعني. يا الله. ايوه. فرحت فسافرت. اول يوم وصلت الى البلد، جئت مقهى. ايوه. في كراسي، في الناس يجلسون يشربون الشاي يتحدثون كذا. ايه. ففي مجموعه جالسين مكان خاص. واحد قال لي يا شاكر تعال 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 تعال. فرحت اليه، قال في قاروره الناس يشوفوا. أيوة. قاروره فيها لحم احمر مره. علبة. ايوه علبة فيها قطعة لحمة لونها احمر يعني داخل هذه العلبة. طيب. ايوه. فقال تعال يا شاكر، تعرف هذا ما في القاروره هذه؟ قال ما اعرف. قال هذا حلق حق صاحبك اللي لا اله الا الله. ايش بيه؟ هو جابوا من حلقوا داخل هذه العلبة. ايوه جابوا من هند. طيب شيخ محمد. في داخل العلبة كان في حلق معناها في لون احمر مره. جابوها من الهند. من الهند ليش؟ من الهند. قالوا هذا حلق حق صاحبك، جاوا من الهند. ايوه. عشان هذا الحلق فيه سرطان. لا اله الا الله. سبحان الله. وهذا الظالم سبحان الله ذهب الى الهند يتعالج من المرض. والحلقة هذه حتى ما وصل الى بيته. سووا له استئصال. يا الله. حتى ما وصل. الان جابوه
تو وصل للصومال، من الهند للصومال، ما وصل الى بيته. انا معناه قبل ان يشوف اهله انا شفته سبحان الله، فتذكرت يا الله حينما رحت الى الحرم وطوف وسويت الطواف. تذكرت حينما وصلت الى الحرم أيوة. وسويت الطواف ودعوت الله ان هذه دعوتك ان يعين على هذا الظالم. شوف وزوجته تقول وزوجته قبل شهرين اظن، قبل شهرين في مرضي. بس كله اثناء الظلم. اثناء الظلم كله. ايوه كله اثناء الظلم. ايش صار في زوجته؟ كانوا معنا ساهرين الاهل كله بالمرض حق الاب، فقالت انا ابغى نوم فنام. تعبوا يعني مع مرضه. أيوة. قاعدين عنده أيوة. يعتنون فيه يا وكذا. الله صار يتقلوا منه. فنامت وفي الصباح هي ماتت يعني. لا طيب يا شيخ محمد. اخي الكريم الشاهد هذه القصه انا في فائدتين. الفائده الاولى خطيره الظلم. يا الله ظلم ظلمات. ظلمات يقول لك دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله ودموع المظلوم صواعق في السماء. سبحان الله. سهل الموضوع. والثاني لأنصرنك ولو بعد حين، الله قالها. ايوه سبحان الله. والثاني فرصة أهل مكة لأن بينهم الحرم، يا سلام، بينهم الكعبة، بينهم القبلة، احنا بينهم الطواف والملتزم والحرم. سبحان الله. شغل سيارتك. فرصة كبيرة. شغل سيارتك لمن يوفقه الله سبحان الله. فنحن من أهل مكة عندنا فرصة كبيرة مرة. الحمد لله. طيب شيخ محمد أنهي الموضوع. الله يحفظك. بالله بعد ما دعوت عليه ما ندمت؟ تفضل. والله ما ندمت صح؟ بعد ما دعوت عليه ما ندمت، لكن بعد ما شفت حاله ووضعه وهذه الحالة حزنت. سبحان الله حزنت شوي. وهذا اللي طالبت قلبك. بعدين أن يوفقه ويشفيه وأن يقبل توبته وأن يشفيه كده. يا زين قلبك ما شاء الله. الله يحفظك. ظالمك وتدعي له. الله. بس بعد ايش؟ بعد ما خلاص. بعد فوات الأوان. طيب يا شيخ محمد، هل الرجل تعالج من المرض؟ مع الأسف لا والله ما تعالج. سبحان الله مات. يا الله مات بسبب المرض. الله عز وجل الله يغفر له ويرحمه. الله عز وجل يا رب. يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صحيح. عشان ما توصل للمراحل هذه. بس يا الله يا الله يا الله. يعني للأمانة قصة معبرة ومن الواقع. عشان كده اتقوا الله يا أصحاب المسؤولية، يا أصحاب المقامات، يلي أنت بتشتغل في مكان إلك وضعك فيه، فما تظلم الناس. يعني دعوة مظلوم في مكة، شوف شو صار فيك. أصبت بالمرض الخبيث واستئصال، وفي الآخر متت وماتت زوجتك، وهو كمان شفق عليك، لكن برضو بعد فوات الأوان. فاتقوا الله أيها الظالمين، اتقوا الله في المظلومين، ولا تظلموا أي إنسان، لأنه الظالم المظلوم إذا دعا على الظالم دعوته مستجابة. فاتقوا الله اتقوا الله. هي خلص ردة فعل، وإن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه ليوصلكم كل إشعار فيديو جديد إحنا بننزله. ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك. وبدنا من كل أهلنا وحبايبنا ومتابعينا وصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات واللايكات، خلي الناس كلها تعتبر. وتحياتنا من فلسطين وخاصة من غزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.